لا يعرف الكبير من الصغير، ولا الرئيس من المرؤوس، ولا الملك من المملوك، ولا العالم من الجاهل، كلهم على صفة واحدة وهيئة واحدة وفي مكان واحد، لأن ذلك المكان لا يجوز لأي إنسان كائنا من كان أن يتميز بهيئته أو بمنصبه أو بشهادته أو بعلمه. كم من إنسان يعد العدة للحج ويحرم. يا جاهلا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم سيقف الناس في يوم النحر، يوم الحج الأكبر. وما أدراكم ما يوم الحج الأكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. ويوم النحر هو يوم العيد، هو اليوم العاشر من ذي الحجة، ويوم القر هو يوم 11 حين يستقر الناس على صعيد منى. نعم أيها الأحبة، ما يفصلنا عن تلك الأيام المباركة إلا سويعات، أيام قليلة، ويفد الحجيج إلى ربهم ضيوفا مكرمين، وينطلق الحجيج إلى تلك البقاع الطاهرة، لباسهم واحد ولسانهم واحد وذكرهم واحد، ينطلقون إلى الواحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تجردوا من كل وسائل التمايز
لا يعرف الكبير من الصغير، ولا الرئيس من المرؤوس، ولا الملك من المملوك، ولا العالم من الجاهل، كلهم على صفة واحدة وهيئة واحدة وفي مكان واحد، لأن ذلك المكان لا يجوز لأي إنسان كائنا من كان أن يتميز بهيئته أو بمنصبه أو بشهادته أو بعلمه، لأن الجميع قادمون إلى لقاء الملك العلام الرحمن الرحيم المتفضل الرحيم سبحانه. جاءوا ينشدون فضله، ينشدون نواله، ينشدون أعطيته. ما كان لهم أن يمدوا كفهم إلى الله وبعد ذلك يحدث التمايز ويحدث التكبر ويحدث أو تحدث الطبقية بينهم. لا يمكن، لا يمكن. أيها الأحبة، ماذا نقول عن الحج؟ ماذا نقول عن الضيافة الإلهية؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ولذلك حينما أمر الله عز وجل خليله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، قال: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم، إنما عليك النداء وعلينا البلاغ. فيصعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على جبل أبي قبيس وينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله عز وجل كلماته الناس أجمعين. قالوا حتى النطف التي في أرحام النساء وفي ظهور الرجال سمعوا تلك المقالة وذلك النداء، فأقبل الناس من كل فج وصوب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأصبحت أمنية، وأصبحت هدف، وأصبحت غاية أن يصل إلى ذلك المكان كل مسلم حتى يشرف بلقاء ربه، ويشرف بتلك البقاع المقدسة، ويشرف حينما ينزل الله عز وجل في يوم عرفة إلى الدنيا، إلى السماء الدنيا، يباهي بالحجيج الملائكة: انظروا انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ماذا أرادوا؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر، ما أعظمها من كرامة، وما أعظمه من فضل، وما أعظمه من جود. حج الفضيل بن عياض رحمه الله، فلما رأى الناس في يوم عرفة في بكاء ونشيد وحسن ظن بالله عز وجل ودعاء، قال لجلاسه: أرأيتم لو أن أهل هذا الموقف ذهبوا ليشفعوا عند رجل في دانق، والدانق 6 درهم، أرأيتم لو أن أصحاب هذا الموقف ذهبوا إلى رجل ليشفعوا في دانق أكان يردهم؟ قالوا: لا، ما يردهم. قال: والله إن الرحمة على الله أهون من دانق على أحدنا. إن الرحمة على الله أهون من دانق على أحدنا، بيده خزائن كل شيء. وجاء في ترجمة العالم أبي تراب عسكر بن الحصين، وكان من علماء الشافعية رحمه الله، يقول: حججت 55 حجة، فلما كان من قابل
حججت فلم أرى منظرا أجمل مما رأيت. الناس في إقبال على الله وفي تعلق بالله وفي تذلل لله، فقلت يا رب من لم تقبل حجته منهم فقد وهبت حجتي له. قال وانطلقنا إلى مزدلفة وبتنا في تلك الليلة. قال وإذا بي أرى في المنام هاتفا يهتف أتتسخى علينا وأنا أسخى الأسخياء وعزتي وجلالي ما وقف في الموقف أحد إلا غفرت له. قال فانتبهت فرحا مسرورا. الله أكبر، الله أكبر عباد الله. ما وقف في الموقف أحد إلا غفر له. إذا كان القوم يجتمعون في مجلس أعداد قليلة في مسجد أعداد قليلة، فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فيقول ملك يا رب إن فيهم عبدك فلان إنما جاء لحاجة، لم يأتي للذكر ولا لمجالس الذكر، إنما أراد حاجة لنفسه. قال وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. عباد الله، إذا كان هذا في مجلس يضم العشرات وقل المئات، فما بالك في مجلس يضم الملايين، في يوم يحب الله عز وجل أن يتفضل وأن يعطي وأن يمن وأن يغفر. قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، من يوم عرفة. والحديث شامل، والحديث أيها الأحبة مطلق، لم يقتصر على الحديث، إنما قال عبدا، فيدخل في ذلك الحجيج وغير الحجيج، لأن كرم الله عظيم. أما ضيوفه فيكرمهم بالمغفرة والرحمة والتجاوز والإكرام وإجابة الدعاء وإصلاح الحال والتيسير. وأما الذين منعوا فيكرمهم بصيام يوم عرفة، يغفر الله عز وجل لهم ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. ألا يشتاق الناس إلى عرفة؟ ألا يحن الناس إلى عرفة؟ كم سمعنا وكم قرأنا من قصص عجيبة في بعض الدول البعيدة، الأجيال تتتابع في جمع قيمة الحج. ربما الجد يجمع ويعطيها إلى الأب، والأب يجمع ويعطيها إلى الحفيد حتى يحج الحفيد أو ابن الحفيد. كل هذا شوقا إلى البيت الحرام، شوقا إلى منى، شوقا إلى عرفة، شوقا إلى مزدلفة، شوقا إلى رمي الجمار، شوقا إلى السعي والطواف. وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. الله أكبر عباد الله. إن الحج توفيق من الله واصطفاء من الله. كم من إنسان يعد العدة للحج ويحرم، وكم من إنسان لم يطرأ بخلده أن يحج وإذا به فجأة يستضيفه الرحمن ويلبس لباس الإحرام وينطلق إلى بيت الله الحرام، يقول لبيك اللهم لبيك. توفيق من الله عباد الله. يا ترى من هذا الذي سيصطفيه ربه من هذه الملايين، أكثر من 1600 مليون مسلم؟ يا ترى من يظفر بالحج؟ من يكتب له الحج؟ إنه توفيق من الله سبحانه جل في علاه. صدق صلى الله عليه وسلم حينما يبشر الأمة: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. الله أكبر. ما أهل مهل قط. ما من عبد يقول لبيك اللهم حجا
وما من عبد يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا ويبشر بالجنة. ماذا نريد أعظم من هذا عباد الله؟ ماذا نريد أكرم من هذا؟ عباد الله، كم تاقت النفوس إلى صعيد عرفات، كم تاقت النفوس إلى بيت الله الحرام، كم تاقت وكم تاقت. يحدثنا التاريخ أن رجلا ركب في مسير الحجيج إلى مكة والمدينة كله شوق أن يفد على بيت الله الحرام، أن يمتع ناظريه بالبيت الحرام، أن يستزيد من الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة والأنس بليالي منى وما أدراك ما ليالي منى. لكن قضاء الله نافذ، تأتيه منيته قبل أن يصل إلى البقاع المقدسة. وقفت القافلة وبدأ يشم تلك الريح العبقة، تلك الريح العبقة الجميلة، نسائم مكة، رائحة مكة، لكنه مسجن على فراش الموت، قد قطع الفيافي والقفار، لكن أمر الله نزل فأنشأ قصيدة يرثي نفسه ويرثي حاله ويبارك لأولئك الذين سيظفرون ببيت الله الحرام. يقول ذلك الشاعر: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الفراق، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، حرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، يقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، تالله ما أحلى المبيت على منى، تالله ما أحلى المبيت على منى، في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض، لبسوا ثياب البيض شارات الرضا، وأنا الملوع قد لبست سوادي، وأنا الملوع قد لبست سوادي، يا رب أنت وصلتهم سلني بهم، فبحقكم يا رب فك قيادي، فإذا وصلتم سالمين فسلموا مني السلام على أهيل ذاك الوادي، قولوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترن محادي، ثم قضى نحبه. الله أكبر، ما أجمل تلك الأشواق التي تستعر في قلوب المحبين يرجون لقاء رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها المسلمون، الله سبحانه وتعالى وضع لهذا البيت الكريم عددا من المزايا. أولا، أنه أول بيت وضع للناس، أول بيت وضعه الله عز وجل للناس أجمعين البيت الحرام. ثانيا، أنه مبارك، وإذا قال الله عز وجل مبارك فهو مبارك، ومن جاءه سينال تلك البركة. ثالثا، أن فيه هداية للعالمين فهو مكان الهداية، وذلك البلد أعظم البلاد عند الله سبحانه جل في علاه. رابعا، أن فيه آيات بينات، قال أهل العلم فيه أكثر من 40 آية. خامسا، أن من دخله كان آمنا، بشرا طيرا حتى شجرا، من دخله كان آمنا. فالله سبحانه وتعالى بين لعباده هذه المزايا الكريمة، ثم قال بعد ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تلك المزايا أمامكم يا حجاج بيت الله الحرام، فلا تفوتكم. من استطاع منكم فلا يتردد. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل في علاه: إن عبدا أصححت له في جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد علي لمحروم. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. عبدا أصححت له في جسمه ووسعت له في معيشته، ماذا بقي؟ تمضي عليه 5 أعوام لا يفد علي لمحروم. نسأل الله العافية والسلامة. كم من أناس قد بلغوا 40 و50 و60 من أهل هذا البلد ومن الذين يقطنون في هذا البلد وما حج الفريضة. كيف هذا؟ كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا الحج فإنه قد يعرض العارض وتظل الراحلة. إذن أيها الأحبة، على الإنسان أن يحرص، وكما جاء عن بعض السلف: من وجد الاستطاعة فلم يحج فليس له أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا ركن من أركان الإسلام عباد الله، لا ينبغي التفريط فيه. بعضنا قد يتساهل أن يدفع 20 و30 و50 ألفا في رحلة خارجية، وإذا جاء إلى الحج قال الأسعار ارتفعت. وهذه قضية ينبغي أن ينتبه لها كثير من الناس. ما ينبغي ولا يجوز لك أن تقول خسرت في الحج كذا، فإن الحج مهما دفعت فيه فليس خسارة. نعم، ينبغي على الإنسان ألا يطلب الرياء والسمعة كما يفعل بعض الناس، لكن الإنسان إذا لم يجد يتحمل وينفق ويعلم أن الله سيخلف. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله
إذا أراد أن يحج خرج بقافلته من مرو، وكان يأخذ معه الحجيج، وكان ينفق عليهم منذ أن يخرجوا إلى أن يعودوا، ومروا في بلد فارس. خرج يوما بقافلته فجاءوا على قرية، فرأى صبية قد ذهبت إلى المزبلة والتقطت غرابا ميتا ووضعته تحت حجابها ثم انطلقت. فتبعها ابن المبارك رحمه الله وعرف دارها، فطرق الباب فخرجت تلك الجارية الصغيرة: ما الذي أعوزك إلى أخذ هذا الغراب الميت؟ قالت: نحن قوم ضعفاء، وقد أحلت لنا الميتة منذ 3 أيام. منذ 3 أيام أحلت لنا الميتة، فلا طعام لنا إلا ما يلقى على هذه المزبلة. فاسترجع رحمه الله وقال: أبناء المسلمين يأكلون الميت يا ابن المبارك، وأنت وأصحابك تأكل الفلودج. كان رحمه الله يخرج إلى الحج ويعود وهو صائم، ويطعم كل من تحت يده. فوزع تلك القافلة في تلك المنطقة، ثم نادى في أصحابه: لا حج لكم هذه السنة. ثم عادوا إلى مرو، ووصل إلى مرو ودخل بيته وبات في تلك الليلة، وإذا به يرى في المنام هاتفا يهتف: حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وصدق صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عباد الله، ينبغي أن يكون عندنا ثقة في الله أن ما من أحد سيفد عليه إلا ويكرم الله وفادته. وفد الله 3 يقول صلى الله عليه وسلم: وفد الله 3: الحاج والمعتمر والمجاهد. ضيوف الله 3. ويقول صلى الله عليه وسلم: 3 في ضمان الله: رجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل خرج إلى مسجد في صلاة مفروضة، والحاج إلى بيت الله. هؤلاء في ضمان الله، إن عادوا وقد نالوا من الفضل والخير ما الله به عليم، وإن ماتوا كانوا في أعلى درجات في الجنة. عباد الله، الحج ينقي ويصلح ويهذب. أختم بهذه القصة لرجل عرف في التاريخ بفسقه وبمجونه، إنه أبو نواس. وهل يجهل من هو أبو نواس؟ شاعر الخمر، شاعر المجون. أحب جارية فسمع أنها خرجت للحج، فركب في ركب الحجيج، كل ذلك أن يظفر بهذه الجارية، وانطلق مع وفد الحجيج حتى وصلوا فأحرم الناس وأحرم معهم، وبلغ الناس إلى مكة ودخل معهم، ووقفوا في عرفة في ذلك اليوم المهيب. يرى الناس يلبون ما استطاع أن يلبي، يحركون ألسنتهم بالتلبية ما استطاع أن يحرك لسانه بالتلبية. كيف يلبي وهذا اللسان قد خاض في أعراض الناس وفي المحرمات وفي الموبقات؟ فاستعجم عليه لسانه. أيكذب على الله؟ يستطيع أن يكذب على الناس، أما على الله ما يستطيع. فلما أعياه الحال بدأ يلبي بما يحسن، بدأ يلبي بشعر. ماذا قال ذلك الشاعر؟ إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. ما خاب عبد سألك
أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. لبيك لا شريك لك، والحمد لا شريك لك. كل نبي وملك وكل من لبى فلك، سبح أو لبى فلك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. يا جاهلا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. قال الراوي: فما أمسى الناس إلا وأهل عرفة كلهم يلبون بهذه التلبية: لبيك لا شريك لك. أيها الأحبة، دعونا ننطرح على أعتاب العبودية ونتعرض إلى نفحات المولى سبحانه وتعالى، ثم انظر يا رعاك الله كيف تعود إلى أهلك وإلى بيتك وإلى مسكنك. ستعود وقد أكرمك الكريم ورحمك الرحيم وتجاوز عنك المتجاوز. قد أكرمك الذي استضافك وأعطاك الذي أمرك ورفع قدرك الذي دعاك إلى تلك البقاع المقدسة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان، اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم اجعل لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أقدامهم. اللهم يسر لهم حجهم يا رب العالمين، اللهم يسر لهم نسكهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.